اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى كده يوم جديد. أول حاجة كده حبيت أصور لكم السما. كانت السما الصبح صافية بس كانت شتي قبلها يعني، فحبيت إن أنا أصورها لكم. بعد كده بقى عملت كوباية شاي بلبن. طبعا أنا عملت الكله يعني، بس أنا حبيت أصور المقطع بتاعي أنا. فهنا بقى عملت شاي بلبن، شربت يعني شاي بلبن بقسماط كده، حاجة كده خفيفة على الصبح. بعد كده بقى ايه، دخلت المطبخ عشان اعمل فراخ. عايزه اقول لكم الطريقه دي حلوه قوي وطعمها كان تحفه بصراحه. بامانه والله انا ما بقولش على حاجه حلوه الا لما تكون هي فعلا طلعت معايا حلوه. تمام. بس فانا بقى ايه، هنا تبلت الفراخ. قطعت بصل كده حلقات وطماطم حلقات، وعليها فلفل اسمر، مرقه اللي هي الماجي، بهارات فراخ اللي انتي بتحبيه، البهارات اللي انتي بتحبيها حطيها، وملح بقى ودعكت بقى كل ده في بعضه كده، التتبيله دي كده كلها وفي الفراخ من جوه. وكنت عايزه اقول لكم الفراخ دي كبيره، الفرخه دي كبيره، فانا قطعتها كده اللحم بتاعها. مسكت السكينه كده وبقيت افتح كده فيها عشان الصوص والتتبيله تدخل في اللحم. عايزه اقول لكم الطريقه دي تحفه، وان انتي تحطيها في طبق، في اطباق من ديت الفويل دي تحفه. وبحطها في الفرن، انا ما بحطش عليها ميه ولا اي حاجه، بحطها بقى في الفرن تعيش مع نفسها. عايزه اقول لكم بتطلع دايبه دوب وطعمها تحفه وشاربه كده من الصوص كده. وبصوا بقى من الاخر، وبتبقى عشان ما حطيتلهاش ميه فبتبقى محتفظه بنكهتها قوي وبالتست بتاعها العالي، فبتبقى تحفه بصراحه، كانت تحفه والله. طبعا بقى هنا انا كان عندي خضار، كان عندي بقى جزر، بطاطس، كان عندي بقى فاصوليا خضراء في الفريزر وكوسه كنت انا مجففاها. فبصراحه كده ايه، بقالي كتير ما عملتش تورلي، فقلت لا اعمل بقى تورلي النهارده. والطماطم ضربتها في الكبه، ومعاها كام فص توم، حته فلفلايه، رومي الكوبي دوت او العادي اي حاجه. وهو كان حامي شويه يعني، الفلفل ده كان حراق بس كان، بقيت بحب احط الاكل كده يبقى فيه سبايسي. خدت دبوسين من الفراخ، حطيتهم مع التورلي وحطيتهم برضو في الفرن. عايزه اقول لكم كمان طعم الفراخ بينزل في الخضار، بيعزز نكهتها وبيخليها طعمها حلو جدا والله. بجد كانت اكله جامده يعني بصراحه، وعجبتهم في البيت. هنا بقى ايه، انا عندي شعريه، كنت هعمل رز بشعريه بس انا بحب اجدد، فقلت بلاش، فقلت ايه، اعمل رز حبه وحبه. اكيد بقى في ناس بتحبه يعني، فانا بقى ايه، قلت يعني اعمله كده وغطيت بقى عليه وسبته. انا بقى ايه، كان في حاجات كده خفيفه قلت اغسلها ايه كده وانا واقفه. طبعا قبل اي حاجه، لأول مرة بتشوفيني انا اسمي غاده. اتمنى تشرفيني وتنوريني تكوني اخت من اخواتي في قناتي. على راسي من فوق. واحب اشكر كل الناس اللي بتكتب لي كومنتات، واللي مش بيكتب وبيشوف الفيديو يكتب لي ويعمل لي لايك. فضلا يعني، انا مش بأمر حد بحاجة والله، انتوا اخواتي وعلى راسي من فوق. انا بحبكم جدا جدا، وشكرا لكل كومنت بتكتبوهولي. على راسي والله، انتوا اخواتي والله وحبايبي، ربنا يبارك فيكم. بجد بشكركم من قلبي، انا مش هقولكم اكتر من كده بجد. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، وما تحرمش منكم ابدا. بجد اليوتيوب عرفني بناس ياما حلوة وبجد يعني شكرا شكرا من قلبي بجد. هنا بقى ايه كده، غسلت الحوض. عايزه اقولكم ببقى مبسوطه جدا لما بغسل الحوض وبيبقى بيلمع كده وجميل، بحس براحه نفسيه جامده على فكره، انا ببقى مبسوطه. وطول ما البيت عندي رايق انا ببقى نفسيا مرتاحه جدا وهاديه جدا، وبحب البيت دايما يكون رايق واكيد طبعا بيكركب كتير وكل حاجه طبيعي يعني، احنا ستات طبيعي. طبيعي ان انتي ممكن في وقت مثلا تاخدي حاجه من مكانها، توقعي حاجه وتتلهي مثلا. طبيعي يعني، عادي ان البيت بيتكركب، وان ساعات المطبخ ده بيبقى مليان مواعين، وبتبقي بصي واقفه كده مش عارفه تعملي ايه، بس ده طبيعي عادي والله، كلنا كده. هنا بقى كنت خلصت الاكل، وعملت كمان فلفل بالصلصه طعمه تحفه.
وحطت بقى مخلل ومكرونه لسان العصفور عملتها. بصوا كانت اكله كده من الاخر. اتفضلوا معانا بقى. هنا بقى ايه، كنت انا كده خلصت الغدا الحمد لله، وعملت لهم فروت سلطات كده خفيف بقى، اكل خفيف يعني، حاجه كده خفيفه بقى ايه بعد الاكله ديت يعني كده. كنت بقى ايه برضو حبيت اصور لكم المقطع ده، يعني انا بحب اشاركه كل حاجه انا بعملها. هنا بقى دخلت كده على اوضه النوم بتاعتي. عايزه بقى ايه اروقها كده واظبطها. عايزه اقول لكم السراحه عندي بقى مطرح ما البنت بقى بتسرح، واللي مش عارفه تعمل ايه بتبقى مكركبه يعني. فانا قلت بقى ايه كده، يعني انتهز الفرصه كده واصور معاكم برضو الروتين الاوضه دوت كده ايه، حاجه كده ايه يعني كده، يعني احب اشارككم كل حاجه انا بعملها. يعني انتوا اخواتي وحبايبي والله، وعلى راسي من فوق. شكرا لكم كلكم والله، انتوا اخواتي والله واهلي وكل حاجة والله، يعني متشكرة جدا لكم بجد. هنا بقى كده ايه مسحت الكيمود ومسحت الاباجورة. هبدأ بقى كده ومسحت السرير. هبدأ بقى ان انا احط كده ملاية كده معاكم واظبط كده الاوضه، عشان عايزه اقول لكم طول انا والله طول ما البيت رايق وحلو كده الواحد بيبقى نفسيا مرتاح. طبعا انتوا عارفين بقى روتين الست بقى اللي يوميا. ساعات بتبقي انت عامله اكل مثلا ليومين، يعني بتبقي طبخه مثلا طبيخ بيقعد معاكي يومين، وساعات بتبقى لا مثلا انا عملت سمك النهارده مثلا، فطبيعي انه مش هيقعد سمك لبكره، بجيب على قد ما الغدوه. ما السمك كمان بالذات مش بحب ان هو يبات، ما اعرفش انا مش بحب يبات، طعمه بيغير يعني. فانا بحب ايه يعني الطبيخ بحب عادي يعني اعمله اكل اليومين عادي. طبعا وبقى بذاكر للبنات براجع لهم كده، يعني بيبقى يومي كبير وفيه تفاصيل كتير يعني، وانا بحب اشاركه تفاصيل يومي. هنا بقى روقت السرير بقى كده زي ما انتوا شايفين. هنا وقفت بقى ايه عند السريحة اظبط الدنيا بتاعتي، سرحتي الجميلة المتواضعة. هنا بقى ايه كنت كانت مكة بتكلمني يعني وكلمتها. هنا بقى الحاجات دي الاطباق دي كده انا بحط فيها المكياج بتاعي والحاجات بتاعتي كده. فانا طبعا ببقى واقع عليها بقى اي شادو او اي حاجه بمسحهم كده، وبحط بقى هرجع احط تاني كل الحاجات تاني عليها. عايزه اقول لكم يعني لما بخلص كده خلصت الاوضه وصورتها كده كنت مبسوطه، لان بحبها تبقى رايقه وكل الاوض على فكره يعني، بحب دايما البيت يبقى رايق. اوقات كتير بيبقى مكركب طبعا طبعا. والمطبخ ده بقى اللي هو مش بتخلص مواعينه، يعني على طول المواعين شغالة فيه 24 ساعة. المطبخ بيجيب مواعين المواعين ما بتخلص. هنا بصوا كنت بقى ايه باخد كده حاجة حاجة من المكياجات والحاجات بتاعتي بمسحها لو فيها تراب او اي حاجة واحطها هنيك. هنا بقى جوزي جه كان جايب جوانتي كده، فانا كنت بقيسه بس انا بشكركم جدا جدا، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. بجد يعني ربنا رزقني بناس حلوة كتير والله. على اليوتيوب ويعني وصدقات من اليوتيوب، بجد ربنا يبارك في أعماركم جميعا ورزقكم أضعاف ما بتتمنوا. وأحب أشكر ناس كده، يعني أشكركم كلكم، وأشكر ناس بقى أصدقاء ليا دلوقتي. بجد شكرا لكم جدا جدا، انت عارفين طبعا نفسكم. شكرا على دعمكم ليا وعلى كلامكم الطيب ليا وعلى كل حاجة حلوة انتوا بتقولها لي بجد. عايزة اقول لكم انا بتأثر جدا بالكلام دوت، وما
ما بتأثرش ابدا من اي حاجة سلبية، الحمد لله. دايما كل اللي حواليا بيدعموني بكلام حلو وبيجبروا بخاطري دايما، حتى لو انا بعمل حاجة مش واو يعني، بس هما بيدعموني. فربنا ما يحرمني منكم ولا من دعمكم ولا من كلامكم الحلو اللي بيجبر الخاطر. بجد انتوا نعمة حلوة قوي في حياتي. بصوا هنا بقى كنت بمسح المراية كده. معلش انا بص عايزة اقعد اتكلم معاكم، ما خلصت كلام والله ما خلص. بس اوعدكم ان في فيديوهات تاني كتير جاية حلوة ان شاء الله. طبعا واحدة واحدة بنطلع السلم. محدش بيطلع مرة واحدة ولازم نتعب ونشقى في الحاجة على فكرة عشان نحس بقيمتها. دي حقيقة والله. في اي حاجة بقى على فكرة، في وظيفة، في شغل، في اي حاجة، في الدراسة حتى، والله اللي بيتعب ويعني كل واحد ولا كل مجتهد النصيب. طبعا هنا كنت بقى ايه، انا مش عارفة ليه انا مش يعني الكاميرا ماشي. يلا ساعات كده بتحصل مني حاجات غلط كده في التصوير، بس يعني اعذروني يا جماعة، اعذروني. هقول لكم ايه تاني. شكرا من قلبي بجد والله، شكرا. واحب دايما والله يعني وجودكم نعمة كبيرة في حياتي، انا بحمد ربنا عليها. بجد فارقين جدا في حياتي. والناس اللي بتدخلي وبتكتب لي تعليقات، وفي ناس بتشاهد الفيديو بس مش بتعلق لي. يعني اتمنى كل اللي يشوف الفيديو يعلق لي ويكتب لي كومنت. وربنا يا رب جزاكم الله كل خير، وربنا يرد لكم الكلام اللي انتوا بتكتبوه اضعافه يا رب كده، ويجبر بخاطركم زي ما انتوا جابرين خواطري وبتفرحوني بكلامكم. والله كلامكم ده على راسي من فوق. بشكركم من قلبي. بس انا مش لاقيه كلام اقوله لكم. بس بجد والله اللهم لك الحمد، بجد اللهم لك الحمد، الحمد لله. وبعد الصبر جبر ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله. بصوا هنا انا كنت خلصت بقى. هنا بقى الارض كده حطيت حبه دوني كده في الارض، او اي معطر يا قمر انتي بتستعمليه عادي براحتك. دي بقى دي الحته دي بتاعتك بقى انتي. هنا بقى ايه كده، قلت امسح الارض كده. عايزه اقول لكم بتبقى ريحه الارض حلوه كده وروقان كده يا جماعه، روقان بجد. هنا بقى بعد ما مسحت الارض خلاص. على فكره انا كنستها الاول بس انا ما صورتش يعني. هنا بقى كنت بص حطيت فرشت يعني الدفايه اللي انا بحطها. وهنا بقى ايه كنت خلاص كده خلصت خالص الحمد لله. عايزه اقول لكم ان انا حبيت بقى اعمل للبنات كيك بالشوكولاته. هما بيحبوه جدا كده. هنا كان ني، انا بقى حطيته في الفرن وكده. هنا عملت بقى صوص شوكولاته ماشي، وكنت حاطه قطع شوكولاته جوه الكيك كمان عشان هما بيحبوها كده يعني. كان عندي شوكولاته فرماسيه كده لونها اسود برضو، حطيت كده عليها بتدي منظر حلو وحلوه يعني مش وحشه. حبيت ادلعهم كده وبيحبوا كيكه جدا يعني. عايزه اقولكم يعني بتبقى حلوه وممكن تاخديها بكوبايه شاي بلبن. انا دي غرقتها صوص كده عشان البنات هم هياكلوها. لكن انا عملت الكيك التاني، عملت الانجليش كيك دوت هتشوفوها دلوقتي. هي بس حطيت فيها قطع شوكولاته كده خفيفه على الخفيف، ودي خليتها للشاي بلبن. لكن دي هم هياكلوها كده بالمعلقه او بالشوكة عادي يعني. وحط لهم كده عليها صوص وياكلوها. وبشكركم جدا 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 ودمتم في رعاية الله وامنه. بحبكم جدا جدا. باي.